كان يوم عادي جدا، صحيت من النوم وبصة واحدة حواليا كانت كفاية تخليني أحس إني داخلة حرب مش روتين. البيت مكركب، المواعين متكومة، والغسيل بيعيط في البلكونة. وقتها قلت لأ، مش هسيب اليوم يعدي كده. جه وقت الخطة الذكية اللي بتخلص كل ده بأقل مجهود وأسرع وقت. ومن هنا جهزت التايمر بتاعي وظبطت الوقت على ساعتين. بعد كده بقى قسمت بقى الوقت بتاعي: ربع ساعة للريسبشن، 20 دقيقة للمطبخ، و10 دقايق للحمام، و5 دقايق لكل أوضة من غرف النوم. وعلى طول جهزت الادوات اللي انا هستخدمها، علشان مش كل شوية هدور على حاجة، اجيب حاجة من هنا وحاجة من هناك، وكده الوقت بتاعي هيضيع في الفاضي. اهم حاجة التنظيم. حددت الوقت وجهزت ادواتي. ابدأ على بركة الله. بدأت أول حاجة بالريسبشن، وزي ما قلتلكوا حددت للريسبشن حوالي 15 دقيقة. لميت بسرعة اللعب من على الأرض، رجعت المخدات مكانها، مسحة سريعة للترابيزة، كنسة بقى على السريع، ومسحة خفيفة، ورشة من المعطر الحلو بتاعي، ويبقى كده الريسبشن خلص قبل ال15 دقيقة ما تخلص. وبنفس الهمة دخلت على المطبخ، وعلى طول دخلت على الرخامة، غسلتها بسرعة بالخل والصابون، ودخلت كمان بعدها على البوتاجاز، ومسحة سريعة بقى ببخاخ كده في خل ومية وصابون برضو، وبقى البوتاجاز بتاعي زي الفل. دخلت على الحوض وغسلت، شطبت كل المواعين اللي موجودة في الحوض، وغسلته غسلة كويسة جدا. وعلى طول بقى كنسة سريعة ومسحة للأرض بسرعة، ويبقى كده المطبخ رجع زي الفل كمان قبل ال20 دقيقة ما يخلص. وعلى طول دخلت الحمام، وكنت محددة له 10 دقايق. على طول في ال10 دقايق غسلت الحوض بصابون وشوية كلور، وبرضه غسلت البانيو وغسلت التويلت، وكمان دعكت الأرض بشوية من الصابون والكلور. وبكده الحمام كمان معايا خلص. رشة بقى من المعطر، ونغير فوط الحمام لو عايزة تتغير، وبكده يبقى الحمام كمان خلص معايا. ما فاضلش بقى معايا غير اوض النوم، محدده لكل اوضه 5 دقايق بس، مفيش اكتر من كده. ادخل بقى على اوضه النوم، شباك مفتوح، سراير تتروق، تراب يتمسح بسرعه، كنسه للارض سريعه، وكمان هنمسح مسحه سريعه، رشه بقى من المعطر الحلو بتاعك. ونسيت اقولك بقى، وانا بعمل كل ده كانت الغسالة شغالة. كده خلصنا مهمتين في وقت واحد، وبعد ساعتين بالظبط البيت بقى نظيف، ريحته حلوة، وانا قاعدة مبسوطة بكوباية قهوة، كأني انجزت اكبر معركة في يومي. جربي بقى الروتين الذكي ده وقوليلي عملتيه في قد ايه. وافتكري، مش مهم تجهدي نفسك، المهم تكوني شاطرة وتنظمي وقتك صح. وكمان لازم تبدأي يومك صح، وتدعي ربنا انه هو يعينك ويقويك على احوالك كلها. اللهم اخرجني من حولي الى حولك، ومن قوتي الى قوتك. اللهم اعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظروني في الفيديو الجاي. مع السلامة.